ثم يسأل جبريل عن الساعة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالساعة لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل، لا يعلم ميقات الساعة إلا الله عز وجل، ولكن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بعلاماتها فيقول: أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد المرأة بنتا تتحكم فيها وتأمرها وتنهاها، وتصبح الأم تفعل ما تقول لها بنتها، وتصبح البنت متحكمة في أمها وكأنها عبدتها. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرة والعبدة، أي البنت تصبح حرة والأم تصبح عبدة عند سيدتها، هذه البنت التي أنجبتها من بطنها. العلامة الثانية أن يتعالى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بالبناء، وهذه من علامات الساعة. كان الخليجيون في ضنك من العيش حفاة عراة لا يجدون مأوى يؤويهم، أصبحوا بتوفر أموال النفط أصبحوا يبنون ناطحات السحاب، يصبحون يتنافسون من يبني أكبر ناطحة سحاب في العالم. وعلامات الساعة هذه قد تحققت في يومنا هذا، فنرجو من الله الرحمة والغفران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.